تخيل نفسك تسمع عن اختفاء 50 سفينة و20 طيارة، وكلهم في ظروف غامضة وفي نفس المكان، ومحدش يعرف عنهم أي حاجة. مثلث برمودا، وهي منطقة موجودة في شمال المحيط الأطلسي أو الأطلنطي، وبتغطي مساحة حوالي 1.5 مليون ميل مربع. انت متخيل حجمها قد ايه؟ والمكان ده مبدئيا مش بيظهر على خريطة العالم نهائي. شهدت منطقة مثلث برمودا، واللي معروفة باسم مثلث الشيطان، اختفاء 50 سفينة بحرية و20 طيارة مدنية لنقل الركاب عن الأنظار تماما. ولحد دلوقتي محدش يعرف العدد الحقيقي والمظبوط للسفن المفقودة هناك. لأ، وكمان محدش قدر يلاقي حطام السفن والطيارات دي، بالرغم من التقارير اللي بتأكد بفقدان السفن والطيارات دي هناك. وظهرت بوادر قصة مثلث برمودا الغامض في أربعينيات القرن الماضي، لما انتشرت إشاعات عن اختفاء سرب مقاتلات القوات الجوية الأمريكية بالكامل وقت عبوره في سماء برمودا. وآخر كلمات قالها قائد السرب ده إن هو والطيارين الباقيين مش شايفين أي حاجة قدامهم، ولا حتى شايفين البحر تحتهم. زائد إن البوصلة بدأت تتحرك بشكل فوضوي، وكأن عطل مفاجئ حصل في اللحظة دي. واللي يخلي الموضوع يزيد رعب وخوف هو انتشار بعض التسجيلات الإذاعية اللي بتبين وجود مجموعات غريبة ومجهولة كانت بتطاردهم. وقبل ما يختفي قائد السرب تشارلز تايلور والطيارين الباقيين بشكل كامل، كان في نفس الفترة بتحصل حوادث اختفاء للسفن والطيارات في نفس الموقع الجغرافي، واللي كانت بتحصل ورا بعض. وكانت في تقارير بتقول إن في 10 طيارات و4 مدمرات، بالإضافة لأكتر من 18 سفينة لخفر السواحل الأمريكية. ده غير عدد لا يحصى من السفن وقوارب الصيد والسفن التجارية وغيرها. لكن الأرقام دي هتبقى مجرد تقديرات، لا أكتر ولا أقل. وأول ما ظهرت الأحداث دي وكتر الكلام عنها، طرحوا تفسيرات كتير، منها التفسير العلمي والمنطقي، واللي بعضها مبني على أساطير وخيالات، وإن الشيطان بيسكن المنطقة دي وبيعيش فيها. ومن الألغاز اللي كانت منتشرة في المكان ده هي سفينة ماري سيلت، واللي ظهرت سنة 1872، واللي اكتشفوها وهي بتطفو قريب من حدود البرتغال من غير طاقم الإبحار بتاعها. والسفينة كانت ماشية في المية، وكان فيها كل البضاعة اللي خرجت بيها من ساعتها، وكأنها لسه خارجة دلوقتي حالا. وارتبطت السفينة مؤخرا برحلة في مثلث برمودا، بالرغم من إنها اكتشفوها بعيد عن مثلث برمودا بمئات الأميال. لكن تفسير الاختفاء لأسباب مجهولة، فمفيش نظرية محددة حللت اللغز، والتفسير لا زال غامض. ويرجع السبب في تسمية مثلث برمودا بالاسم ده إنها اتشكلت على هيئة مثلث متساوي الأضلاع، واللي وصل طول كل جانب منه حوالي 1500 كيلومتر تقريبا، ومساحته حوالي 1 مليون كيلومتر مربع، واللي تشمل فلوريدا وجزر برمودا البريطانية وجزر بهاما. ودي كانت حلقة بسيطة بنناقش فيها بعض الأحداث اللي حصلت في مثلث برمودا والاختفاءات الغامضة اللي كانت بتحصل هناك. لكن استنوا الحلقات الجاية اللي هنتكلم فيها بتفسير أكتر وبعمق أكتر عن الموضوع نفسه.